العزيز والذهب الإبريز. الدولة أنا بحبها جدا، وهو قدم خصيصا بدعوة من المستشار محمد العربي ومن أخي وصديقي كابتن دكتور أحمد، الآن مع كلمة الأسطورة الجميل المستشار السعودي خالد بك المأربي. عما يوصل المستشار خالد، عايز أشكر نورة اللي هي خريجة النهارده، لأن نورة أكتر حد رشحني، قال لك احنا عايزين المذيع ده، فأنا عايز أشكر نورة بصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الدكتور محمود لأنه محب فيقول فيه شعر، فأنا محب فقط يعني. أولا أنا سعيد جدا أكون وسطكم اليوم وسط هذه الكوكبة الجميلة. في البداية أبارك لأبنائي وبنات الخريجات على هذا اليوم المبارك الجميل. أنا سعيد أن أكون معكم اليوم وسطكم، وسعيد أكثر طبعا بهذه الكوكبة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والإعلاميين طبعا، وعلى رأسهم الدكتور محمود. الكلام او الشكر للمستشار محمد العربي لا يفي حقه، دائما يجمعنا ودائما يعني يعمل اشياء جميله سواء لمصر او للوطن العربي. وكما احنا نشاهد اليوم طبعا تخريج الدفعه من المضيفات والمضيفين، هذا شيء جميل جدا، وانا فخور جدا جدا ان اكون وسطكم اليوم في دوله بعشقها واعشق ترابها طبعا جمهوريه مصر العربيه. شكرا لكم، شكرا لكل الضيوف، شكرا للضيوف اللي جو معايا، الابن انمار والاستاذ يحيى، وطبعا مدير العلاقات العامه الاستاذ عبد الله. انا اشكركم جدا واتمنى لكم يعني حفل جميل، ومتاكد بما اننا معنا الدكتور محمود فحيكون يعني يوم جميل جدا. طبعا اخونا الكابتن احمد طبعا له جهد كبير جدا في هذا المجال وهذا الايفنت. انا اشكرك جدا واشكر هذا الاشياء الجميله اللي شفناها اليوم. شكرا لكم، السلام عليكم.